يا اهلا وسهلا معانا النهارده طريقه كبده اسكندراني سهله وبسيطه وبنكهه جميله. معانا ربع كيلو كبده او حسب الكميه، معانا فصين توم، معانا عصره ليمونه، معانا قرنين فلفل اخضر مقطعهم بالطول، معانا شويه خل. كل ده هندمجوه مع بعض، ومع شويه كمون، مع شويه كزبره وفلفل اسود زي ما انتوا شايفين بندمجوهم مع بعض. بنحط الخلطه دي على الكبده ونلفوها بيها تتشبع بيها، يعني عقبال انا مسخن طاسه على النار تكون الزيت سخن جامد عشان الكبده ما تنزلش الميه بتاعتها. كده هنروحوا بيها هناك على طاسه كده سخنه، نزلنا بالكبده ماشي، هنقلبوها، نفضلوا نقلبوها بسرعه عشان ما تنزلش ميه. انا مسرعه عشان ايه ما تملوش يعني. هنا حطينا طبعا بنفضلوا نقلبه شمال يمين كده فوق وتحت كده على نار عاليه عشان الكبده ما تنزلش ميتها وتزفر معانا. طبعا هي متنكهه بالخلطه اللي احنا عملناها على بعضيها. نص الليمونه دي يا جماعه بيشفط اي زفاره سواء في السمك او في الكبده. حطوها وفي اخر الفيديو وفي اخر الطبق شيلوها كده بعد ما خد التشويح على النار دقيقتين 3. ننزل اخر مرحله بالفلفل عشان يثبت النكهه بتاعته واللون ما يتغيرش، يبقى شكله جميل كده. اخر مرحله نفضلوا نقلبه كده شمال يمين. هو التليفون مش ثابت عشان انا ماسكه بايد وبصور وبقلب بايد تانية. طبعا نفضلوا نقلبوه شمال يمين كده يا دوبك دقيقتين كده على النار وبنطفوا عليه. ده الشكل النهائي كده للطبق بتاعنا بعد ما تبلناه مع بعض كده. طالع تحفه. بصوا احلى طبق كبده اسكندراني هتاكلوه في حياتكم، سهل وبسيط من غير اي افتكاسات، بتاع اللي يشبه بتاع الشارع اللي بنشموه نقولوا الله. وكل سنه وانتم طيبين.